المهم حتى ما ندنخكم. غير تضحكين علي. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. حبايب قلبي راح اشارككم بروتيني هذا اليوم. راح اسوي تشريبه حمراء وحبيت اشارككم بها يعني مو اكثر. تشربها اليوم راح اسوي مال لحم ومال دجاج. انا لو عن نفسي اسوي مال دجاج حتى ليوقا تاكل ويانا، بس مع ذلك هم راح اسوي مالت اللحم لان هم خطيه وانا هم خطيه وياهم. فحبايبي حشارككم ان شاء الله بالغداء وراح اجاوبكم على التعليقات اللي هوايه ذكرت البارحه وهوايه تكررت عندي بالفيديو مالت البارحه، فلازم همين اجاوبكم. لو مثلا 2 3 سائليني عادي مثلا ما اجاوب، بس اكثر من وحده جاوبت اكثر من وحده سالت ان شاء الله اليوم حجاوبكم. لا تخافون، الاسئله كانت كل شيء ايجابيه وما بها شيء يعني، لا تخلون ببالكم. مع ذلك تعالوا خلينا نبلش بالبدايه بالغداء وبعدين نرجع نسولف. بالبدايه بنات انا عندي هنا جدر حميته يعني شغلت عليه النار ونصيتها طبعا، بس قلت حتى من ابدي اصور وياكم يعني مباشره حيكون عندي جدر حامي. مش راح نسوي انا طبعا مطلع اللحم من وقت يعني قبل بوقت لانه هو جامد تعرفون انتو، وراح ابلش اخليه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. راح اغطي عليه واعوفه، وهمين عندي طماطة باعوا همين مجمدة هم راح اسويها وياه، وعندي حمص انا سالكته من البارحه. تعالوا احكي لكم هسه على الاسئله اللي جتني البارحه. بين ما الجدر هنا عندي شويه ينحمس عندي اللحم، همين انا شغلت الغلايه قبل لا ابلش بالفيديو لانه طلع صوت تدرون بها. صحيح هي طول بس 3 دقائق بس شويه طلع صوت مزعج. المهم البارحه حكيت لكم قلت لكم انا رحت على معامله كملتها بالنفوس وبالامنيات وبالبتته وبالبنك. هواي بنات لقيتهم ما شاء الله ومبروك راح تطلعون، ليش ما تحجون راح تطلعون، عيب تكذبون راح تطلعون، نتمنى لكم الخير راح تطلعون. يعني والله العظيم يا بنات الله شاهد علي، انا لو مثلا اريد اسافر اقول لكم بالعكس هاي امنيتي وامنية عائلتي كليتها، عرفتوا؟ كل ما بالموضوع ابو صهيب كسر الكارت مالت البنك مالته بالشغل، يعني تعرفون يخليه بالمحفظه، فمن يروح بطبيعه يعني يروح بملابس شكل بالشغل، يلبس ملابس الشغل ويخليها بالمكان اللي هم يشتغلون به، ومن يجي ملابس ثاني، فغصبا عنه
ناسي وقاعد على القمصلة والمحفظة محطوطة بجيب القمصلة، فانكسر يعني الكارت مالت البنك. بهيج حالة منين نصرف؟ عرفت شلون؟ فهو يعني الفلوس اللي تجي يخليها بالبنك، ومن يروح هنا تعرفون مثل للبيم الايوزبير اي مكان يعني يروح يشتري من عنده، بس يخلي الكارت وخلص هاي ينقص المبلغ اللي هو اشترى به. فخابرني قال انت مو جاي، انا قبل بيوم كانت جايتني رسالة انه عندك هالقد مدة اذا حبيتي تبدلين الكارت. عرفت شلون؟ بس انا الكارت مالتي ما يتبدل يمكن كل 3 سنوات لانه انا فيزا كارت، بس مع ذلك كل 6 اشهر لازم اسوي تجديد للرمز وهاي السوالف. المهم حتى ما ندنخكم اقصد يعني ما ندوخكم بهذا الموضوع. فرحنا انا وصايب نريد نسوي الكارت مالته، قالوا لنا النفوس مالتكم متعطله، لازم تسوون تجديد نفوس. يعني احنا صارنا 3 سنوات ما مجددين النفوس، وهو كل 3 سنوات نجدد. ليش؟ لانه انا ما قاعده ايجار، اللي قاعدين ايجار من ينتقلون من بيت البيت مجبورين غصبا ما عنهم يسوون يعني يجددون نفوس، لانهم انتقلوا من بيت البيت. بس انا بيتي ملك والملك لله، فكل 3 سنوات اجدد يعني مكان اقامتي. انا مو اقامه بس يعني اعتبر مكان اقامتي يعني بيتي، اجدد النفوس مالته. عرفت شلون؟ اذا ما عندي معامله اقدر يعني ما اجدد، ابقى عليه هو نفسه، والفواتير تجيني البيت هي نفسها وما راح يختلف عليه شيء. فاحنا ايش قلنا؟ قلنا ما دام انه طلبوا منا ابو صهيب يعني النفوس، فانا قلت له وياك على الواهس خلينا همين اجدد النفوس مالتي وداود ولايا ونسوي معامله واحده ونخلص. قال اوكي. حتى اوضح للبنات، يا بنات يا حلوات، اذا اني مثلا نازل الاستيطان او عندي سفر او اي شيء ثاني، اذا اريد اسوي معامله ما اسويها من نفس محافظتي، لازم اروح المحافظه ثانيه، لانه ما يصير بمحافظتي. عرفت شلون؟ هنا مجرد اخذ اذن من الامنيات واسافر، هذا يسموه اذن انه انا مسافره من محافظه لمحافظه. عرفت شلون؟ بس انا بنفس محافظتي، بنفس منطقتي، بنفس مكاني. مجرد انه الامنيات كانت هنا، كل اللي موجودين كانوا بسامسون يعرفون، الامنيات كانت هنا يمي بالميدان، وهسه نقلوها بكاسكي يعني يم بيت هبه، تقريبا عن بيتي 5 كيلوات. فوين صار الفرق؟ انه لازم اروح من هنا اخذ اوراقي اروح بيها الكاسكي، يكملوا لي اياها يعني من الامنيات اللي انتقلت هناك، من الامنيات يرجعوني وين على البتته حتى اطلع شفره جديده وتثبيت انه انا موجوده هنا والرقم وكل شيء يكون صحيح، وارجع بيها للامنيات. الامنيات مره ثانيه يرجعوا يسووا لي تثبيت من يمهم ويخلوني بالسيستم. هذا كل ما بالموضوع. بعدين نرجع احنا للبنك نقدم معامله انه احنا نريد نجدد كارتات، سجل اسامينا، يتاكدون ان نفوسنا جيده، ما عندنا شيء بالنفوس، ما منتقلين من بيت البيت، ينتهي كل الموضوع. بس لانه احنا قلت لكم كانت الامنيات هنا يمنا والبتة هنا يمنا، فكنا قريب نسويها احنا كلها بنفس المكان، فما حاحكي لكم عنها قبل لانه نفس منطقتنا. يعني منا اتمشى للامنيات، من الامنيات اتمشى للبتة، من البتة ارجع على الامنيات، وكان الله يحب المحسنين. اصلا انا اشتريت بيتنا هاي الفره كلها ما سويتها، يعني رحنا ويا ابو صهيب، ابو صهيب بوقتها يعني سجلها من النفوس وانتهى. هسه النفوس صارت يعني دائره النفوس اللي احنا سجل ابو صهيب بيها البيت كانت بوقتها يقول بس يعني موجوده لليابانجي وموجوده للاتراك. هسه ابو صهيب من رجع مره ثانيه عليهم قالوا له خلاص هاي الدائره صارت بس لل يعني الاتراك، انتم خلوكم يم الامنيات والبتته. فهذا صار بس يعني الخلل. ما عندي اوراق سفر والله العظيم يا بنات، ولحد الان ما عندي دوله وما عندي استيطان، واتمنى من عندكم ما تقصرون وياي بالدعاء وتتمنوا لي انه رب العالمين يكتب لي هذا الشيء. بالعكس انا كلش افرح اذا اريد اسافر، هذه امنيتي. عرفت شلون؟ بس لحد الان ماكو اي شيء. واكو كم عصفوره انا طبعا ذن اللي كتبت تعليقات سلبيه او شبه سلبيه، اسميهن العصافير مالت الحساب مالتي، لان يتنقلون من مكان لمكان وصغيرونات ما يكبرن. المهم كاتبات لي انتي ميتة من السم لانه ام ورود راحت وتغارين من ام ورود راحت. اي وغار، وين الغلط الموضوع؟ ما يغار حمار، مع احتراماتي كل الموجودين يا الزينين والمو زينين، منو بينا ما يغار. بس أنا ما غايرة، تعرفون ليش؟ لأنه أنا من جيت سجلت على UN، أنا ملفي واحد، ملف عائلتي. ديني بلشت أدب ثلج؟ لا هاي مالت التدفئة مالتنا. أنا ملفي واحد حبيباتي، وبيت أبو ورود كعائلة ملفهم واحد. هم إجوي قبلي، قدموا على UN قبلي، مشوا معاملة قبلي، أنا إجيت وراهم ب4 أشهر.
عرفت شلون؟ فحتى لو تريد تمشي معاملتي فتمشي وراهم. انا فاهمه هذا السيستم. وهم حتى اريح بالكم وحتى ما تقلقون وحتى ما تظلون تكتبون بهاي التعليقات، اذا الله كتب لي وطلعت لاي دوله، بالمناسبه ترى لا عندي امريكا ولا عندي غيرها لحد الان، واذا الله كتب لي ورحت لامريكا فخير وبركه وراح اكون قريبه على بيت اخوي، اكيد ما راح اطلب انه اروح لغير ولايه، راح اروح يم بيت اخوي. اذا الله كتب لي الغير دوله فخير وبركه، مثل ما كتب لهم الله ان شاء الله يكتب لي، وكل واحد الله كاتب له يعني حياته مكتوبه هنا على القصه، شلون راح يعيشها، شلون راح يتنقل، وين راح يروح، وين راح يجي، ايش راح ياكل، ايش راح يشرب، ايش راح يلبس، هاي كلها بيد رب العالمين، مو اني اللي احددها. فالحياه كل شيء بيها ارزاق، الصحه رزق من رب العالمين، الاولاد رزق من رب العالمين، بيت رزق من رب العالمين، الزوج الصالح رزق من رب العالمين، كل شيء بالحياه هو رزق من رب العالمين. فما دام اكو رضا من الداخل بكل شيء الله كاتب لي بقدري، فاني يعني الحمد لله والشكر راضي عنه. إذا الله كتب لي السفر فخير وبركة من رب العالمين، والحمد لله والشكر، وإن شاء الله الله يكتب لنا الخير بي بعد أكثر. إذا الله ما كتب لي أسافر فماكو أي مشكلة عندي يا بنات. بيت بالعراق ما عندي، أرض بالعراق ما عندي، عندي هاي الشقة اللي موجودة بتركيا، فما راح أخسر شيء، راح أرجع للعراق، أبقى لي هناك فترة، وبعدين أقدم على فيزا وأجي أرجع مرة ثانية تركيا، وعلى بيتي راح أخذ الإقامة أني وأبو صهيب وليا، وداود راح ياخذ الإقامة الدراسية، وبعد الإقامة الدراسية راح يصير مقيم ويا أمه وأبوه. يعني محلولة يا غالياتي يا حبيباتي، وبكل الحالات راح أبقى بتركيا وما راح يتغير من حياتي شيء، إلا إذا الله كتب لي السفر. فإذا الله كتب لي سفر خير ونعمة من رب العالمين ورزق من عنده. الله ما كتب لي السفر فراح أروح للعراق الحبيب، هم أشوف أهلي وحبايبي وخوالي وعمامي جيراني أصدقائي، وأرجع مرة ثانية تركيا، يعني أروح وأرجع لبيتي. فهذا كل ما بالموضوع، فلا تنقهرون علي ولا عبالكم انا ضجت. اصلا اني بالعكس انا اكثر وحده كنت ادعي البيت ابو رود الله يسهل لنا، اخوي كلش تعب هنا، الحياه انتم ما تعرفوها هنا، شغله هو بالذات تعب، شغله كله مرمر وثقل وشيل وحط وصعدة طوابق يعني وقص بس قص المرمر وحده هم ما يلم. مع ذلك الحمد لله والشكر رب العالمين، الله كتب لهم وطلعوا وارتاحوا، وان شاء الله يوم اللي اشوف وروده متخرجه، فوق متخرج، هدوله واصله لاحلامها اللي ما نريد نحكي بيها، ابو ورده واصل للشيء اللي يتمناه، هذا الشيء كلش اتمنى رب العالمين يكتب لهم اياه ويرزق لهم اياه، وكل شيء على العافيه خير بركه من رب العالمين. ونرجع على غدانا، وان شاء الله يا رب يجاوبكم وريحت بالكم. هنا حبايب بعد ما حمسنا اللحم وبعدين سلقناه استوى، صار عندي جاهز، خليته على جهة. ثرمت عندي هنا بصل على شكل شرايح، تقدرون تثرموه ناعم اذا حبيتوا، بس انا احب هيك شكله لانه بعدين حياخذ وقت بالطبخ وتقريبا راح ينهرس، يعني راح يظل بس الطعم مالته. بالبداية تشوفوه هواية، بس الكل يعرف انه البصل بس ينحمس كميته راح تقل، لانه تنزل كل السوائل اللي موجودة بيه. هنا على جهة أنا محضرة تقريبا كوب واحد من الحمص مسلوق، وهذا طبعا مو جاهز، هاي أنا سالكته. واللحم هذا صار ما أعرف ليش طالع لونه، يمكن لأن أنا مشغلة الضوء مالت الساحبة، مو مهم. قلبت هنا عندي شوية البصل، وكل شوية أقلبه وأغطيه، والتمن هنا همين بلش عندي يغلي، بس احركه هيك شويه واخليه بعد ما احركه لحد ما احس يعني نشف عندي المي تماما، اهدر عليه واعوفه واتركه اول 10 دقائق، بعدين اقلبه واخليه مرته لخفة 5 دقائق واطفي عليه حتى ما تصير بيه شعبيه. بنفس الوقت هنا جيت حركت عندي شويه البصل وهم غطيت عليه. طبعا هاي المرحله انا رحت ثرمت عندي شويه ثوم، وحضرت عندي نوم بصره، يعني 2 3 براحتكم، بس انا عندي صغار فخليت 3، تقدرون تخلون بس 2 اذا حبيتوا. فحخلي نوم بصره، وحخلي هنا عندي شرايح البصل، العفو الثوم، اليوم شكلت وياي بصل بس يلا ما يخالف عادي مشوا. ما راح احرك هنا هالمره، راح اضيف المعجون، حخلي تقريبا خاشوقتين، اي توابل تحبون تضيفون براحتكم. انا راح اضيف هنا عندي الملح، واذا ما حبيتوا تضيفون توابل فهم عادي، لان هي بيها بصل بيها ثوم. حتركها فد 3 دقائق، الاقي
المعجون يكون بخر وصارت بيه لشعة شوية يعني من جوا كلش حلوة، فهيك راح ياخذ طعم كلش طيب. وهم لازم أحمسه شوية ويا البصل ويا المعجون ويا اللون بصرة ويا الثوم. إذا حبيتوا تخلون شوية وياه همينة فلفل أسود حامي يطلع كلش طيب. أنا طبعا أضيف فلفل أسود، راح أضيف تقريبا خاشوقة شاي، ما راح أضيف أكثر. وإذا حبيتوا تضيفون همين ويا شوية كزبرة مطحونة هم تطلع كلش طيبة، بس أنا ما حضيف بس الفلفل الأسود. حمسته طلعت هنا ريحته طيبة، فراح أضيف عليه الحمص المسلوق. تقدرون تستخدمون الحمص العلب المسلوق همينة، بس توخرون المي مالتها وتغسلوهن زين وتضيفوا. بس إذا أنتوا سالقيه بالبيت فما حاجة لهاي الخطوة. بعدها على جهة شفتوا الطماطة اللي أنا شوفت لكم إياها جامدة، خليتها بالخلاط، خليت عليها شوية مي حار وهرستها هنا عندي بالخلاط وصارت عندي بهذا الشكل. طبعا الكمية اللي عندي كانت كلش هواية فما خليتها كلها، يعني هنا اللي تشوفون الكمية بس اللي أنا أحتاجها أخذتها. والثانية هم سويتها بالخلاط، قلت أنا بعد ذوبتها للطماطة ها هي وخلطتها بنفس الوقت، فخليتها بالمجمدة واللي أحتاجه ضفت عليه شوية مي. وهنا هاي حركة الفلفل ما حمستها لأنه أريدها تنطي نكهة، يعني تطلع أطيب إذا ما حمسناها وخليناها ويا الجدر مباشرة بهاي الطريقة. وبعدين من تصبون الأكل وتاخذوها حيطلع طعمها كلش طيب وراح تلاقوها مستوية على الآخر. بالنسبة للحم فما راح أضيفها لحد ما تبدي تغلي وأتركها إلى أن تنطبخ عندي تماما وبعدين أقدمها. هسه بنات أنا كملت عندي الأكل كله الحمد لله والشكر. راح أبدي أصب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو نصيبي. وهاي الحجوج وليو طبعا ما اقدر اشطف اليوم الا انشفه، يلا اقدر اصب لها بالماعون. يمكن انتوا تعودتوا على طبيعتها ما تحب يعني الماعون مغسول وبيه مي وحد يصب لها بيه، ما ادري ليش. انا عزلت هي على جهه يعني اعرف طبيعتها، واحنا راح نقعد ناكل هاي التشريبه الزينه وهي ما راح تسمي بيها، يعني راح تاكل من التشريبه بس ما تاكل لحم. هاي هم خلصنا منها. نحرك شوي عندنا التمر هيجي لان انا ما اسوي بيه حكاكه، وراح اوفر ونحط الجدر مالته. هاي هسه نجي وين على التشريب. صارت بنات تجنن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلون صارت بسم الله ما شاء الله. وداود هم راح ياكل ويانا، ينتظر لحد ما يروح للجيم ويرجع يلا ياكل. واحنا بين ما يروح للجيم ويرجع احنا شبعانين رايحة الدنيا بهلها. وهذا هو الماعون الثاني. شوفوا بنات هذا صار عندي شكل التشريب والتمن، وهنا سويت فجل وخضرة وبس. صار هذا عشانا لليوم. خير ونعمة من رب العالمين، عشاء بسيط وسهل بنفس الوقت، يعني هم ما ياخذ من عندكم وقت، بس مجرد انه انتوا تسلقون عندكم اللحم يعني تحمسوه تسلقوه، بس هذا الوقت اللي ياخذه. وهيك اكون خلصت العشاء. خير ونعمة من رب العالمين، الله يرزقنا واياكم اجمعين.